الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات، يا رب تكونوا بالف خير. يلا بينا النهارده هنعمل وصفه تحفه حلوه قوي قوي، بجد تستحق المشاهده وتستحق كمان لايك وهتعجبكم جدا، موفره واقتصاديه. عندي كده نص قوانص، بشيل اي دهون موجوده عليه كده في ظهر القوانص كده زي ما انتم شايفين، بكل سهوله يعني بتتشال بالسكينه، لان ديت اللي بتزفر معاكم طعم القوانص. فهشيل اي زفاره موجوده فيها كده، اللي هي من خلال الدهون اللي بتبقى على الظهر بتاع القوانص كده. نضف الكميه كلها كده. يلا بقى، لو حد اول مره بيشوفني اتمنى يشترك عندي في القناه ويفعل زر الجرس باشعار الكل عشان يوصلوا اشعار جديد بكل فيديو جديد انزله ان شاء الله. خلصت بقى الكميه كلها كده، هاخدها اغسلها واتخلص من الدهون دي، ملهاش اي لازمه. هغسل الكميه وارجع لكم تاني. بعد ما غسلتها اقطع كل واحده كده اتنين، هقطع الكميه كلها كده، كل